اهلا وسهلا، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. وفي هذا الفيديو جبت لكم واحد الوصفه مميزه ولذيذه، الشعريه الصينيه بالخضر والدجاج. كتجي مبخره في الكسكاس، طريقه صحيه ومذاق لا يقاوم، سهله باش تحضريها وديريها لوليداتكم، ومثاليه للغداء او العشاء. ممكن تستعمليها ديرها للغداء او العشاء وجربوها وغتشوفوا النتيجه بنفسكم. وقبل ما نبداو الفيديو ديالنا دائما كالعاده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبسم الله نبداو على بركه الله. اليوم غنشارك معكم كيف قلت لكم في المقدمه، غنشارك معكم هاد الشعريه الصينيه. لابد راكم عرفتوا ان هاد الشعريه الصينيه راه كتباع عند اي متاجر الهريات وكلشي، راه كتباع في اي بلاصه. جبت هنا 4 تقريبا ديال الباكيات ديال الشعريه الصينيه، راه كل باكيه فيها جوج، وكنكب عليها كالعاده الماء سخون، راه كلشي كيعرف هاد الطريقه. ما طايب سخنت مقراج ودرتو فيها وخليتها كطرخه مزيان حتى تطلقت مزيانه. نتوما غتشوفوا كيفاش ولات. المهم انك ديرها في الماء طايب باش كتجي بحال سلقه. ما ساليت الشعريه انا غنشارك معكم التوابل اللي درت، شرموله اللي درت بها الخضر، وشرمت بها الشعريه، وشرمت بها الدجاج. شرموله وحده كديري بها فيها كلشي. هذه هنا درت تقريبا معلقه صغيره ديال التحميره حمراء، درت هنا البزار والخرقوم البلدي، ومعلقه ديال لقمه ديال الدجاج راه كتباع عند العطار حتى هي، سكينجبير، شويه ديال الملح، قزبر حبوب، شي كلشي معلقه صغيره، ثومه حتى هي حكيها وديرها شي 4 فصوص ولا 5 ديال الفصوص ديال الثومه، والخرقوم البلدي معلقه. هذه فلفله كنصايبها، كطحنا الفلفله الحمراء، بغيتي ديري معها حتى الحار ديري مع الحار. انا ما درتش الحار، هذه غير فلفله بوحدها حلوه كنطحنها. دابا نشاركها معكم، كتجي زوينه. كنديرها هكا في الفريغو كتنسم. الا بغيتي ديري الحوت، بغيتي طيبي فيها الدجاج بحال هكا ترقدي فيها الدجاج، كتنسم كتجي زوينه. بغيتي ديري في اي حاجه ديريها كتجي زوينه. هنا درت شويه زيت مائده وزيت شويه زيت الزيتون، ودرت هنا تقريبا شويه ديال القزبر من عند النص ضروري. هنا غير الثومه كنتبقاش في الطبسيل كملت درتها. هنا الحامض مصير ضروري، بغيتي ديري غير اللب ديالو كديري، بغيتي ديريه كامل بالقشور ديالو ديري بالقشور ديالو. انا درتو كامل بالقشور، كيعجبني دوك القشور كيجيوني حامضين زوينين. واللي ما كيبغيش القشور ديال الحامض يدير غير اللب ديال الحامض. هنا راه درت شويه ديال السودانيه، اللي بغى الحار كيبقى اختياري، اللي بغى الحار يدير الحار. ودرت هنا شويه ديال الماء باش نخلط ديك هاد الشرموله، هي باش نخلط الخضر ونخلط بها الفيرميسيل ونخلط بها الدجاج. هانتوما الشكل ديالها كي ولات، كلشي كيعرف هاد الشرموله. انا غير بغيت نشارك معكم هاد الوجبه درتها عجبتنا، وشتا في اليوتيوب بزاف كيديروها ودرتها حتى انايا، وفعلا تستحق التجربه، جربوها زوينه. هنا الدجاج اللي غنشارك معكم طريف، خديت كبير من الصدر، وانتم كيبقى لكم اختيار ديروا الفخوضه ولا ديروا الدجاجه. كان عندي مكونجيلي طريف ديال، كنت ندير لهم انا لقامات كنديرو في الفريغو، دائما كندير لي لقامه كنديرو في الفريغو. وهنا دابا غنعاود نشارك معكم في الشرموله ديال اللي درت صافي، غنخليه مرقد.
صافي رقدته مزيان. راه طريف واخا ما تيبانش في الكاميرا بزاف، راه طريف كبير، راه الصدر كله تقريبا كان فروج كبير، وقطعت منه هذا اللي بقى درنا. المهم نتوما الاختيار ديالكم. انا دائما كنشارك معكم الوجبات اللي هما اقتصاديا في متناول الجميع، يعني اللي عنده واللي ما عندوش يدير. وكل نهار ورزقو، راه دائما ما يمكنش تاكلي واحد الكميه كل نهار كتمشي على قد جهدك. وهنا دابا بعد ما جبت الكسكاس غادا ندير الخضر هي الاولى غنشرملها كيف شفتوا. نشرمل بها، درت تقريبا شويه ديال نص ديال هاد الشرموله باش نشرمل بها هاد الدجاج، والاخر غادي نبقى غنشرمل به الخضر يا ربي. والخضر اللي عندكم ديروه، يعني راه ممكن ديري البروكولي، ديري الشيفلور، ديري الجلبانه، لاريكو، خضر اللي بغيتي ديريها اللي كتبغي. انا اللي كان عندي موجود درك كنقضي به. صافي هنا كنت درت ليها زدت شويه الملحه، نتوما شفتوا زدت الملحه هنايا، وصافي درت داك الشرموله هكا وغنديرها في الكسكاس هي الاولى. وانتم كيبقى لكم اختيار، كيبقى لكم كيقول لكم الاختيار هنايا. ممكن ديري الدجاج لتحت وعاد ديري الخضره ديال الفيرميسيل من الفوق، كيبقى لكم نتوما الاختيار اللي بغيتو ديروا. انا درت الخضره من التحت، فكرت بغيت درت الخضره هي الاولى، ودرت الدجاج في الوسط، وعاد درت فيرميسيل من الفوق. الطريقه كيبقى لكم نتوما اللي بغيتو. طريقه سهله وكتوجد دغيا، وحقيقه تستاهل تجربه. هنا درت هنا الدجاج، وعاد غندير فوق منه فيرميسيل حتى هي بنفس الطريقه درتها. كندير لها الشرموله حتى هي اللي ها نتوما شفتوا. خديت النص تقريبا هنايا ودرت له النص درت له الشرموله اللي بقات، عاود زدت النص الاخر وعاد خلطتهم باش كلها تبقى زعما يعني توصلها لقامه كامله. يعني ملي كتكوني كتاكلي كتحسي بديك القامه ديك الشرموله، كتجيش باسله. وطبيعه الحال يديرها مغسولين. واخا ندير نحرك بالمعلقه راه ما كتبردش القلب، ضروري كتحركي يدك. ايوا ضروري الطبخ، راه ضروري يدك خدامين، ما يمكنش. هنا نتوما تقريبا درت في النص الاول درتو الفوق، عاوتاني زدت كملت باش خليتها شويه تشوفوا كيفاش درت لها. ورديتها كتفور، درت لها ورق الزبده من الفوق، ودرت لها عاد ميكاله كنتي مزروبه عليها. ما كنتيش مزروبه راه ديريها على اتساع، وحضري البوطه وغطيها وخليها طيب على خاطرها. كنتي مزروبه بها ولحقك وقت الغدا وهذا تعطلتي، ديري ورق الزبده دائما، عاد ديري بلاستيكه من الفوق وخليها طيب، راه دغيا كطيب. نتمنى تعجبكم هذه الوصفه، وبغيتكم تجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير. وما تنساوناش دائما من الاشتراك ومن اللايك دائما باش يوصل دائما الجديد، توصلوا باي جديد جات في القناه، درتها في القناه توصلوا بها. هنا غنقلب اختي، حنا غنقلبوا كلشي قلب. صدحك معاكم كلشي قلب. هاد المقلوبه خصنا حتى حنا نديروها. جات زوينه، ها نتوما الشكل كيفاش جات.